أهلا بيكم مع حلقة جديدة من تفكيك. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الوزن اللي اتشال بدري وبقى جزء من شخصيتك. النهاردة مش هنتكلم عن اللي شلته، إنما هنتكلم عن اللي بطلت تقوله. الصوت الواطي مش صوتك في الكلام، الصوت الواطي هو إنك تحس وما تطلبش، تتوجع وما تشتكيش، هو إنك تتعود ترضي الناس على حساب نفسك. الطفل ما بيتولدش ساكت، الطفل صوته عالي لأن احتياجه عالي، بس في لحظة صوته قابل جدار. حد ما كانش فاضي، حد ما كانش سامع، حد حمله أكبر من طاقته، حد حبه مش ثابت. والطفل ما قدرش يقول أنت قصرت، فيعمل حاجة أذكى وأوجع، يقول أنا تقيل. ومن هنا الصوت مش بيوطى وبس، إنما الصورة الذاتية هي اللي بتنكمش. الصوت الواطي مش ضعف، ده اتفاق لا واعي بيقول لو عبرت هخسر، ولو طلبت هترفض، ولو اعترضت مش هتحب. الاتفاق ده كان منقذ زمان، بس دلوقتي بقى سجن ليك. كبرت وبقيت الشخص اللي يفهم قبل ما يفهم، يسمع قبل ما يتسمع، يحتوي وهو محتاج للاحتواء. وعمرك ما تحس انك بتتحب زي ما انت، لكن بتتحب عشان اللي بتقدمه، لان صوتك الداخلي دايما سبقك بجملة بلاش تقول، بلاش تزعل حد، بلاش تطلب، بلاش تكبر الموضوع. ومع الوقت بقيت هادي بس مش مرتاح، لطيف بس مش حاضر. الصوت الواطي بيخليك تحس بالذنب وانت بتعبر، تتأسف وانت محتاج، تتراجع وانت على حق، وتشك في إحساسك، تحس انك لو طلبت حقك هيتساب. اسأل نفسك يا صديقي وانت بتتفرج، هو انا هادي ولا متعود اختفي؟ انا متفهم ولا خايف اترفض؟ هل انا ساكت ولا متربي على ان صوتي ما كانش مرحب بيه؟ الصوت الواطي ما تكونش لوحده، لكن اتكون عشان فيه احتياج ما تشافش، مش احتياج دراما ولا طلب مبالغ فيه، انما احتياج بسيط، ان حد يسمع من غير ما يختصر، وان حد يطمن من غير ما يقلل. وفي الحلقة اللي جاية مش هنسأل مين مشي، لكن هنسأل مين كان موجود بس ما شافش. لأن أوقات الوجع الحقيقي مش في الغياب، لكن في إنك تكون محتاج وإحساسك يمر من غير ما حد يشوفه. فالحلقة اللي جاية عن الاحتياج اللي ما تشافش، واللي خلى الصوت يوطى، مش عشان ضعف، لكن عشان ما كانش مرحب بيه. ولو الكلام ده لمس حتة جواك، فتأكد إنك بدأت تشوف احتياجك بشكل صحيح. وما تنساش يا صديقي شير للحلقة، يمكن غيرك يحس لأول مرة إن اللي جواه كان محتاج يتشاف مش يتسكت. رمضانكم سعادة.